بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. من يحمي الأهل يا سادة؟ من يحميه؟ من يحمي الأهل يا سادة من حكم فاجر ومدير فني جبان خواف؟ متى يلعب الأهلي باتنين مهاجمين أو 3 مهاجمين، لاعبين بتتعالى على الكورة؟ اليوم نشاهد لاعبين من إنبي 2 لاعبة بيتصارعوا على الكورة في الهوا، ومفيش لاعب من الأهلي بيقرب منهم أو بيزاحم أي لاعب منهم. اللاعبين بتتعالى تتفرج. تريزيجيه الغائب الحاضر يا سادة. متى يلعب تريزيجيه للفريق؟ قفشة لا يصلح لاعب كرة قدم، خليه في الفراخ يقفش فيها أحسن له. أين حسين الشحات من الفريق؟ لكن هل هذا حكم؟ أول هدف للأهلي في المباراة النهاردة، الحكم جوه في المباراة بينتظر الفار لإلغاء الهدف. الحكم بيحتسب طرد على الشناوي على أساس لمسة يد. الحكم مش قادر يميز لمسة اليد من ارتطام الكرة بالجسم اللاعب، وكرة قدم الشناوي صدمت باللاعب، اعطاله انذار بعد ما لغى الكارت الأحمر. لو كان احتساب كارت أحمر كانت هتبقى فضيحة مدوية في سماء الكرة المصرية والعالمية كلها. فاولات صعبة ضد لاعبي الأهلي بيحسبها لعبة ضعيفة، يحسبها فاول وانذارات، والعكس ألعاب مشابهة في الفريق التاني ولا يحتسب حتى فاول ولا انذار. ليه كده؟ ليه كده يا جماعة؟ ليه كده؟ ما يحاك وما يحدث ضد الأهلي هو سبب تنحي الخطيب. هل هناك أشياء تحدث في الخفاء وبه ولا يستطيع أن يتكلم؟ فضل التنحي عن وخدم من قصرها. هل هذا حكم؟ جايبنا حكم عيل صغير يشتغل رقاصة أو غازية بيقولوا. ايه ده؟ حكم بالمستوى دي حكم ماتش فريق زي الأهلي؟ لولا الفار اللي لغى ضرب طرد كانت هتبقى فضيحة حمدوية مرة تانية. ايه ده؟ ضربات حرة للأهلي خارج المنطقة مفيش. ضربات جزاء في كورة مشابهة والله العظيم زي بتاعت اتحسبت ضد الأهلي جوه منطقة جزاء ما اتحسبتش. امتى تدينا حقي وحق لعيبة الأهلي؟